غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوج تقدم الو. مساء الخير يا سعادتكم مصطوبيا، لعلك بخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، مع سعادتك وسام عبد الله من امريكا سعادة قمص. اهلا بيك. احنا اتصلنا مع حضرتك مرتين قبل كده وحضرتك اشتكيت فيعني الكتاب بيقول حضرتك اتصلت عليك قبل كده اكتر من مرة وكنت بسألك في نفس السؤال. يعني الكتاب المقدس يقول مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم. فحضرتك بص ايوه اتفضل. المرة ال20 اتفضل. المرة ال20 الطريقة اللي انت بتستخدمها دي قلت لك قبل كده دي طريقة مش صح، واللي انت بتعمله ده مجاسم كل الاخلاق. ايوه عشان انت بتطلع مباشر وبتخش على النت مباشر. ايوه والمفروض ان انت بتستأجر الاول في ان انا اخش معاك مباشر. ده المفروض. طب بص حضرتك الناس بتسمع. ايوه قول للناس تسمع. لا ما انا هسمع. انا عاوزك تقول للناس اللي في الغرفه الكلام ده. قول لهم اتفضل. سامعين ابونا دلوقتي؟ الناس اللي بيسمعوك مباشر الان في الانترنت، الناس اللي بيسمعوك ما بخافش انا من حد. لا اتفضل. قول لهم ازاي حضرتك الكنيسه. قول لهم ايوه. بقول لهم ان انت اسلوبك مش محترم. ايوه يعني انا راجل قليل الادب، ادي اول شيء. اي تاني؟ انت مش محترم. مش محترم. نعم راجل. انت دخلت قبل كده مع ناس كتير واحرجتهم ازاي يا سعاده القمص؟ احرجتهم ازاي؟ عشان انت قاعد محضر بيقتلك. ايوه وعايز اول ما تسالني اجاوبك على طول. وحضرتك المفروض ما تعرفش، عاوز حضرتك تذاكر او تحضر. لا حضر. طب لازم تحضر. يعني انا حضرتك الاول، يعني لا مؤاخذه مع احترام لسعادتك، يعني انت عاوزني اغششك السؤال؟ يعني اجي لك ايوه، ما انا المفروض النهارده اتصل بيك. لا ما تغششنيش السؤال. ما انت عاوز تحضر المفروض. ما هو يا سعاده القمص اسمعني. سعاده القمص انت لا انت انا خليتك تتكلم. اسمعني انت. يعني انت عاوزني بتصل بيك اليوم اقول لك بكره هتصل بيك مثلا في السؤال الوهيه المسيح او عصمه الكتاب المقدس، يبقى انت حضرتك ما هو ده غش يا سعاده القمص. اتفضل. اسمع بس. اتفضل. اسمع انا ممكن اجاوبك. ايوه ايوه بنقط. ايوه. لكن لو انت بتقول لي السؤال وانا بجاوب عليه انا يعني انا السؤال بالنسبه لي ايوه عشان انت المفروض بتسالني عايز تعرف الاجابه الصح ايه. ايوه كويس. ومدعمه باسانيد وبراهين. ايوه ومدعمه بشواهد كتابيه. انا ممكن اجاوبك هقول لك 1 2 3 4. ممتاز. لكن لما ابقى محضر اقول لك الشاهد الكتابي كذا. الشاهد الفلاني كذا. طب ساعات تقول كلام جميل. انت حضرتك كلام جميل. لو انت هتستفيد. اسمعني بس. لو انت بتسالني اسمعني بس. لا تسمعني انت تسمعني. لا انت تسمعني يا سعاده القمص. لو انت بتسالني يا سعاده القمص الاسلوب بتاعك ده اسلوب لا يصح لرجل دين. هذا اسلوب لا يصح لرجل دين. اولا انت اسأت الي وانا ما اسأتش اليك. انت بتقول انت راجل غير محترم. واسمع ماذا يقول يسوع يقول باركم لاعنيكم، احسنوا لمبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. يسوع بيقول لا تقاوموا الشر، من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر. فايه كده الاسلوب اللي بتعمله والناس بتسمعك مسيحيين ومسلمين، اسلوب لا يصلح لرجل دين. فانا عاوزك تهدى كده. معلش لا ايه كان عاجبك. ان كان عاجبك عيب يا سعاده القمص، عيب. شوف انا قاعد كده بتكلم. ان كان عاجبك انا كده. ما هو انت يا سعاده القمص، ما انت مثل سيء لدينك لما تعمل كده. يا سيدي انا مثل سيء. حط ان انت مثل سيء ما عنديش مشكله. سعاده القمص سعاده القمص الفاضل المحترم، كتابك بيقول مستعدين دائما لمجاوبه كل ما نسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. وبعدين انت مش اللي بيسالنا. طيب مش اللي بيسالنا عشان يحرجنا. عشان احرجك. مش اللي بيسالنا علشان مش عايز يعرف، ده عايز يوري الناس ان احنا ما بنعرفش. طب انا ذنبي ايه حضرتك اذا كنت الكنيسه ما بتعرفش؟ انا ذنبي ايه حضرتك؟ مين اللي قال لك انا ما بعرفش؟ اهو انت اللي بتقول. انت لسه اللي بتقول اهو. انا قلت سبحان الله. انت بتقول اهو. كررتها اكتر من مره. انت بتتصل عشان تحرج الناس وتبين الناس ما تعرفش. انت اللي بتقول مش انا. انت ده غلط. مش ما انت اللي بتقول اهو. مش الكتاب المقدس بيقول كده يا سعاده القمص. الكتاب طب انا هسمعك. الكتاب بيقول من فم يا سعاده القمص. بس خليني اقول شيء وانت تقول شيء. يا سعاده القمص خليك راجل كده يعني سيفلايز حضاري.
ما ينفعش خدوهم بالصوت. انا اتكلم وانت تتكلم. الكتاب المقدس حب من فمك ادينك اي الكلب الشرير. ما هو انت اللي بتقول، سعادتك اللي بتقول مش انا اللي بقول. عاوز تقول ايه؟ اتفضل. مش انت اللي بتقول وانا اللي قلت يا فندم. هو الكتاب بيقول كده من فمك ادينك ايها العبد الملحوس. انا اللي بقول الكلام ده. يا عم بالراحه بس عليا. يا سعاده القمص، ما الكتاب بيقول لك اهو من فمك اديك انا عبد الروش. انا حضرتك بالراحه عليا. يا سعاده القمص، ما انا بقول لك اهو. للمره الأخيرة تسمعني ولا اقفل؟ لا اتفضل قول يا عم قول. عاوز تقولها لحضرتك. بص انت بتسالني ليه؟ انا بسالك ليه؟ ممتاز. ممكن ارد على حضرتك لو تسمح لي؟ ارد. متشكرين على ادبك وسعه صدرك. انا بسالك ليه؟ شوف يا سعاده القمص الفاضل المحترم، لماذا انا بسال الكنيسه المصريه؟ سعاده القمص طوبي اسكندر جرجس كتاب المقدس بيقول، ويا ريت يكون عندك ساعه، خلينا نتكلم وبعدين نتكلم. بيقول ايه؟ مستعدين دائما لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداع وخوف. مستعد في كل وقت وبادب، بادب وبخوف. الترجمه اليسوعيه بتقول ايه؟ كونوا دائما مستعدين لان تردوا على من يطلب منكم دليل ما انتم عليه من الرجاء. ما فيش حد قال لي لا انتظر اديني وقت اذاكر، ما فيش كلام. لو تسمح لي اكمل. الان حضرتك القمص داود لمعي في مؤتمر شتاء 2009 خدام اعدادي ثانوي بيفسر هذا النص ويقول انت كخادم او كمسيحي جاهز ترد على اي شخص في اي وقت على اي سؤال. انا اهو الكنيسه، تفسير الكنيسه المصريه، انت كخادم او كمسيحي جاهز ترد على اي شخص في اي وقت على اي سؤال. عندك التفسير التطبيقي. التفسير التطبيقي بيقول ايه في تفسير هذا النص؟ يعتقد بعض المسيحيين ان الايمان امر شخصي ينبغي ان يحتفظ به الانسان لنفسه. حقا علينا الا نكون مشاكسين او مرتفع الصوت عندما نشارك الاخرين في اختباراتنا، لكن ينبغي ان نكون مستعدين دائما ان نجاوب برقه وداعه وادب واحترام كل من يسالنا عن ايماننا واسلوب حياتنا او مفهومنا المسيحي. وبعدين بيقول فهل رجاؤك في المسيح واضح امام الجميع زي الان انت؟ وهل رجاؤك في المسيح واضح امام الجميع؟ وهل انت مستعد ان تخبر اخرين في عمل المسيح فيك؟ هذا الدكتور ويليام باركلي بقى بيقول تفسير صعب جدا بقى، انه من مآسي الزمن الذي نعيش فيه انه يوجد العدد كبير من اعضاء الكنائس زي حضرتك وزي الكنيسه القبطيه الذين لو سالوا عما يعتقدون لما استطاعوا الاجابه بشيء. يدوروا على اعذار، ولو سالوا لماذا يعتقدون بما يعتقدون لاصبحوا عاجزين عن الرد. ان المسيحي يجب ان يعمل الفكر فيما يعتقد حتى تستمع اجابه كل من يساله عما يعتقد وعن سبب اعتقاده. انت سالتني وانا رديت عليك، رد انت. اتفضل. ارد عليك؟ اتفضل. ارد عليك بقى. اتفضل. اللي انت قلته ده كله والنص اللي انت جبته والتفسير التطبيقي اللي انت بتتكلم عليه ده انت حافظه؟ وانت بتقراه قدامك دلوقتي. ايه المشكله حافظه ولا مش حافظه؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ يعني حضرتك محضر اهو. ايه المشكله؟ ايه يا سعاده القمص ايه المشكله؟ عليا ان انا اقول لك ان انا لازم يبقى انا طيب اجاوبك. طب ايه رايك؟ طيب ايه رايك يا سعاده؟ كده وقعت نفسك. لا انا ما وقعتش نفسي. اصبر بس اصبر. انا خلاص اهو يا حضره القمص ريلاكس بس. انا امام الجميع مستعد اسمعهم اتصال الان لحضرتك، بس حضرتك وعدت واخلفت وقلت لي اتصل بيا واخدت مني معاك عشان تجهز الاجابه وحضرتك ما رديت على التليفون. ايه راي حضرتك؟ لا رد عليا. انت طلبت مني. لا ارد عليا. انت امام الغرفه كلها اهو طلبت مني ميعاد واديتك الميعاد واتفقنا على الميعاد امام الناس وجيت الميعاد اتصلت بيك اخليت بالميعاد وما ردتش، والاتصال موجود وممكن اسمعه لك. ايه رايك بقى؟ يبقى الغلط عليك. العمليه عاوز انت عاوز تهرب بس يا سعاده القمص. طب انا سؤال واحد بس. سؤال واحد. اتفضل. انت تنتمي لكنيسه ايه؟ نعم؟ انت تنتمي لكنيسه ايه؟ انا تبع كنيسه ايه؟ هتفرق في ايه انا تبع كنيسه ايه يعني؟ تفرق ايه حضرتك؟ يا سيدي انت مش فيك اعتقاد. ايوه انت هتفرق في ايه انا تبع كنيسه ايه حضرتك؟ تفرق ايه؟ ما تجاوب قدام الغرفه اللي انت بتتكلم قدامها. ايوه ما هي هتفرق ايه ان انا تبع كنيسه؟ ما هو بيقول لك مستعدين دائما. انا بسالك وتجاوب. انا تبع كنيسه البلطوك حضرتك. ايه؟ كنيسه البلطوك دي كنيسه جديده حضرتك. كنيسه البلطوك. ايه كنيسه البلطوك دي؟ ده كنيسه انا مؤسسها حضرتك.
انت مؤسس كنيسه؟ ايوه من حوالي 17 سنه يا فندم. تحب حضرتك تعمل بحث عليها؟ اديك تعمل بحث عليها؟ يعني دي تبع مين يعني؟ تبعي انا اللي مؤسسها حضرتك. انت مؤسس كنيسه؟ ايوه انا مؤسس كنيسه يعني. عندنا في مصر بيقولوا انت جاي مع مين؟ ممتاز. انا ما باجيش مع حد، انا راجل، ما باجيش مش عايز صغير اجي مع حد. انا راجل ما باجيش مع حد، مش عايز صغير. يعني انت كده يطلع في دماغك تاسس كنيسه دي مؤسس كنيسه. ايه المشكله حضرتك؟ ايه المشكله؟ لا طبعا مفيش مشكله، عندنا احنا مشكله بقى في كنيستنا. طبعا الكنيسه المصريه طبعا، لان انتوا طبعا تبع البابا، واللي يعمل حاجه البابا يذبحه ده طبعا. يعني فاكر انت الراجل اللي انفصل على الكنيسه وفي الاخر اديته على يا عم. ايوه بالظبط كده. نرجع لموضوعنا بقى. ايه السؤال السهل لحضرتك يا سعاده القمص؟ ايه السؤال السهل؟ ايه السؤال يا سعاده القمص؟ اعطيني، قول لي السؤال وانا اساله لك وتجاوب عليه. في اكتر من كده يا شباب؟ في اكتر من كده؟ في اكتر من كده؟ انت اسال نفسك وجاوب. اتفضل اسال نفسك. يا عم استنى. اسال نفسك. انا ما بقول لحضرتك اهو، اسال نفسك انت. اسال السؤال وانا اعلق على الاجابه. اسال السؤال يا فندم. انت بالذات مش هجاوب عليه. لماذا انا بالذات؟ عايز؟ لماذا انا بالذات؟ انت بالذات مش هجاوب عليك عشان انا عارف اسلوبك. ليه انت؟ امال انت تجاوب على مين ساعتها؟ امال ايه اسلوبي يا فندم؟ ايه اسلوبي؟ انا هجاوب على هجاوب على الناس البني ادمين. ايوه اللي عايزين يعرفوا فعلا. بالظبط. برافو عليك، برافو عليك. انت عاوز واحد يقول لك ايوه، انت عاوز واحد يقول امين يا ابونا، الرب يباركك يا ابونا، حل لي يا ابونا، اغفر لي يا ابونا، بنقدس الايادي يا ابونا، صلي لي يا ابونا. انت عاوز كده، انت مش عاوز واحد يراجع معاك، انت مش عاوز راجل، انت عاوز عبد، انت مش عاوز راجل، انت عاوز حوار العبيد، انت مش عاوز حوار الرجال، انت عاوز حوار العبيد، انت عاوز عبد، ما انتش عاوز رجل يراجع معاك ويناقشك ويقول لك الدليل. ايوه اضحك انت، اضحك. فاستخف قومه فاطاعوه. اولا عشان تعرف امام الناس كلها اللي في الغرفه بيضحكوا عليك. طب بيضحكوا عليك ليه يا راجل يا طيب؟ انا بسالك في لاهوت المسيح وتقول لي انت مسيحي تبع اي كنيسه؟ يعني انا عاوز افهم، انا مش هقول لك غباء عشان ما تزعلش انت، يعني عشان تعرف وضعك ازاي امام الناس اللي بيسمعوك. المسيحيين قبل المسلمين. انا راجل بسالك اسئله بتدمر لاهوت المسيح وتقول لي انت مسيحي؟ انت كل ده وتقول لي انت مسيحي، وتقول لي انت بتحرج الكهنه، وتقول لي انت مسيحي؟ يعني شوف بقى إيه مين اللي يضحك دلوقتي، انا ولا انت؟ نرجع تاني يا سعاده القمص، اسال نفسك السؤال وانا هرد عليك. اتفضل. مش هجاوبك لما تتنطط. سامعيني يا اخباط؟ سامعيني. انا بقول بعلو صوتي اهو، انا مش هجاوبك. معانا على الهواء مباشره الان عشان الكل يعرف، الكل يعرف. القمص طوبيا اسكندر جرجس. القمص طوبيا اسكندر جرجس، تاريخ الصيانه 4/7/2006. القمص طوبيا تبع كنيسه رئيس الملائكه الجليل ميخائيل بدمنهور. القمص طوبيا ليه قبل كده اتصالين. الاتصال الاول قال لي اديني ميعاد مسبق، اديته ميعاد هرب خلع ما جاش. الاتصال الثاني بيقول لي انت ماسكنا واحد ولا ايه؟ مش هرد على الكلام الفاضي ده. سعاده القمص ليه مقاله اسمها طفوله يسوع 2010 مجله رساله الكنيسه عدد يناير. سعاده القمص كمان ليه سلسله مقالات الصوم الكبير. سعاده القمص طلع في برنامج على قناه CTV. سعاده القمص ليه على اليوتيوب اكليل فخرنه. يا راي سعادتك، ايه رايك في الفضيحه دي؟ انت عارف ايه؟ ايه رايك؟ انت عارف ايه يعني؟ مزعلك ان انت منظرك وحش جدا امام النصارى بصراحه. منظرك وحش جدا. منظري وحش؟ طبعا جدا. والله ما انت الوحيد اللي بتقول والله ما تتخيل، والله ما تتخيل. انت عاوز واحد يقول لك امين يا ابونا الرب يباركك يا ابونا. انا بقول لحضرتك يا نص، ايوه عاوز كده، عاوز. سامعين يا اخبار؟ سامعين؟ انت ايه اللي يزعلك بقى؟ سامعين. فاستخف قومه فاطاعوه. هو عاوز عبد مش عاوز سيد. السؤال تاني كده اقول لك بس. هو عاوز عبد مش عاوز سيد. اسال عاوز ايه؟ يا عم انت المسيح اللي هيحاسبني؟ نعم المسيح ما يحاسبك. مين اللي قال لك المسيح هيحاسبك؟ مين اللي قال لك المسيح؟ شوف كويس اهو انت ما انتش عارف. المسيح ما هيحاسب حد يا استاذ.
ارجع لإنجيل متى الإصحاح 20 لما جاءت إليه أم ابن زبدي وقالت له ضع هذا أبنائي واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك. ماذا قال يسوع؟ إما الجلوس عن يمينه وعن يساره فليس لي أن أعطيه إلا الذين أعد لهم من أجل. الديانة والله لا أبي يا أستاذ. يسوع مين يا أستاذ؟ يسوع مسكين والله العظيم مسكين ويقف أمام في الطابور يوم القيامة. ماذا يقول بولس يوم القيامة؟ الرسالة الأولى لكورنثوس الإصحاح 15 العدد 28. اسمع ماذا يقول الكتاب المقدس: وضع يسوع يوم القيامة ومتى أخضع له الكل حينئذ الابن نفسه سيخضع للذي أخضع له الكل حتى يكون الله الكل في الكل. تقول لي يدينك؟ ألم يقول يسوع أنا لا أدين أحد يوجد من يدين؟ يقصد الله الآب. ماذا يقول يسوع عن يوم القيامة؟ رؤيا حنا أعتقد 3:12 من يغلس على عمود في هيكل إله ولا يعود إلى خارج وأكتب اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عندي. يوم القيامة يقول إلهي 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 إلهي. يبقى يسوع الدائم إزاي؟ قول لي يا حبيبي رد بقى، يسوع الدائم إزاي؟ أفلت زنق نفسي. كان معانا لواء مباشرة الآن وقمص طوبيا اسكندر جرجس تاريخ الصيامة 7/4/2006 كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بدمنهور. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. المسلم كريستيان